إلى روح فقيدنا الغالي ووالدنا العزيز المؤمن خادم أهل البيت المرحوم الحاج أبو عيسى، له ولأسلافه ولأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربل. هذه دارهم هذه دارهم تهيج شجوني. كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدمع فوق خدي جودي. هذه دار صحبنا يا عيوني. وينهم اللي كنا نأنس بوجودهم؟ وين ذيك الشيبات الطاهرة وذيك الأنفاس المباركة اللي ماكو مجلس من المجالس إلا وله حضور ملحوظ فيها مع كبر سنه إلا أنه يأنس بمجالس أهل البيت. بعد والبعاد
أمر مرير وبما لا أطيق قد حملوني أيها اللائمون كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني تلك ذكرى بها تهون الرزايا يا فهي من أمهات ريب المنو ماذا صنعت؟ قال تركت زينب تدعو حسينا يا ابن أمي ووالدي روعوني روعوني غيرتني مصائب الطف حتى يا من يعرفوني لا يا من يعرفوني نايادت خويا أنا كل من شافني على ظهور الجمال والله الجمال يقل لي يا هالحرة مالك رجال وانا طلعت بشرايا يا ب70 خيال لكن عفت غنبلة يا رؤوسهم والسدر مال والله عفتهم بليا السدر مال ولي كأني بها على ظهر جمل ضالع وهي تصيح خويا يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي والله خويا يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق وين يا ابن وين لك خويا لا تقول خلتني العزيز بغير تجهيد خويا لا تقول عني سافرايا وما جهزوا شالوا خواتي وللقبر ما شيعوا انا يا ريتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازم ويلي خويا لا تقول ما عندك مروة خويا يا ولد قول ضيعت
أخوة ترى أنا ماخوذة يا حسين، والله يا حسين قوة خويا شوف الشمر بيا ايش سوى، خويا شوف الشمر بيا ايش سوى، يا صوت علمتوني يتلوى، أحم الضائعات بعدك ضعنا. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. مما ورد عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: نعم. قلت: جعلني الله فداك. نعم. قال: إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. دائما ما نقرأ في النصوص الشريفة التأكيد على الحضور في مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتبين لنا هذه النصوص على أن هذه المجالس فيها حياة للقلوب، كما عبر الإمام عليه السلام في هذا النص الشريف: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. من جلس في مجلس يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. أول ما يتبادر إلى الأذهان من خلال هذه النصوص الشريفة، أولاً، هل أن أمر أهل البيت عليهم السلام يموت حتى يعمل الإنسان على إحياء أمرهم؟ من نرجع إلى القرآن الكريم يبين لنا أن هناك من يسعى لإطفاء نور الله، وهذا النور المتمثل في محمد وآل محمد. ويصرح القرآن الكريم ويقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول: نعم، أكو هناك من يسعى إلى إطفاء هذا النور وإبعاد الناس عن هذا الطريق الذي هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أهل البيت عليهم السلام ليؤكدون على كيفية وصول الإنسان إلى الله، وكيف يكون في علاقته مع الله عز وجل. كانت واحدة منها هو من خلال حضوره في مجالس أهل البيت. هذه المجالس التي لا يمكن أن يعمل من يعمل على إطفاء نور أهل البيت، ولكن أهل البيت عليهم السلام حينما يؤكدون على الحضور في هذه المجالس ويرغبون ويشوقون إلى الحضور فيها، يبينون على أن من يكون بعيد عن مجالس أهل البيت
هو الذي يتعرض إلى ما يتعرض إليه من البعد عن الله من خلال ابتعاده عن رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لأن الإنسان من خلال حضوره إلى مجالس أهل البيت ما هو الشيء الذي سيحصل عليه وما هي الأمور التي سيصل إليها في حضوره لمجالس أهل البيت، فإنه جاء لينهل من علومهم ومعارفهم. فواحدة من القنوات التي توصل الإنسان إلى المعرفة بأهل البيت وعلومهم ومعارفهم هو من خلال الحضور في مجالسهم. ولهذا تسمع أهل البيت يؤكدون على ذلك، كما هو عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما يؤكد على تعلم علوم أهل البيت وأن يسعى الإنسان إلى تعليمها للناس، فإن الناس لو علموا أو فهموا محاسن كلامنا لاتبعونا. الآن من يحضر إلى مجالس أهل البيت شنو الشيء اللي رايح يتلقاه؟ يتلقى علوم ومعارف أهل البيت، سواء كان على مستوى اعتقادي أو على مستوى فقهي أو على مستوى سلوكي وأخلاقي، فإنه ينهل من علومهم ومعارفهم. هذا جانب. الجانب الآخر حينما يحضر في مجالس أهل البيت عليهم السلام ويتلقى هذه العلوم والمعارف ويصبح هذا الأمر راسخ في نفس هذا الإنسان المؤمن، هو يسعى أيضا من خلال ما تلقى من علوم ومعارف لأهل بيت العصمة عليهم السلام أن ينشرها بين الناس. شلون ينشرها بين الناس؟ هذا اللي يحضر في مجالس أهل البيت يعني رايح يصير فقيه، رايح يصير، لا، إنما من خلال تعلمه لعلوم أهل البيت، فإنه أولا يتجسد كل ما تلقاه من أهل البيت من علومهم ومعارفهم في أخلاقه، في سلوكه، في كل أقواله وأفعاله. أهل البيت عليهم السلام لما يؤكدون على الحضور في هذه المجالس والاستفادة مما يطرح في هذه المجالس، هو مو بس أنه أنا أجي أريد أحصل على الثواب، أريد إلى جانب تحصيل الثواب أتلقى هذه العلوم والمعارف فيتجسد ذاك الخلق الذي هو لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين في كل من ينتمي إليهم وكل من ينهل من علومهم ومعارفهم. ولهذا تسمع في الروايات الشريفة أيضا تؤكد على هذا المعنى: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذا اللي رايح يكون من الدعاة إلى أهل البيت، هذا اللي رايح يكون ممن يجر الناس ويجذب الناس ويعلق الناس بأهل البيت عليهم السلام من خلال أفعاله، من خلال سلوكياته، حينما يتخلق بأخلاق آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ولهذا في حضوره لمجالس أهل البيت أثر، تفضلوا شيخنا، تفضلوا، على نفسه، على قلبه، على كل خصلة من خصاله التي يتصف بها ويعرف بها. فلهذا تجد هذا الإنسان فعلا متميز. شوف هذا الإنسان المؤمن الذي يهتم بالحضور إلى مجالس أهل البيت. بعضهم يقول احنا نكتفي إذا نريد نتلقى علوم ومعارف أهل البيت ولا لازم نحضر إلى مجالس أهل البيت مباشرة، نكتفي أنه من خلال الآن وسائل التواصل ما شاء الله مجلس يبث إلينا مجالس أهل البيت من خلال وسائل التواصل. صحيح هذا شيء جيد، لكن لا يكون كالحضور في مجالسهم.
أولا الحضور والجلوس في المجلس له من الأثر ما له على نفس الإنسان، بحيث أنه على نفسه من جانب تكوينه، على سلوكياته وأخلاقياته من خلال معاشرته مع الناس، علاقته ويا الناس. شلون يمكن للإنسان فعلا أن يتعامل مع هذا وذاك إذا حضر في مجالس أهل البيت وكان قد تلقى علوم ومعارف أهل البيت وتخلق بأخلاقهم، فكان من الذين يسعون إلى جذب الناس وربطهم بآل محمد صلى الله عليهم أجمعين من خلال هذه السلوكيات والأخلاقيات. وهذه واحدة من المزايا التي عرف بها فقيدنا الغالي المؤمن خادم أهل البيت الأب الحنون في واقع الأمر، ليس فقط على أبنائه، بل هو يعد كل هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب هم أبناء له. ولهذا حضور والدنا العزيز المؤمن الحاج أبو عيسى في مجالس أهل البيت هو حجة علينا، حجة على الصغير وحجة على الكبير. رجل بلغ من العمر ما بلغ، وإذا هو مع ما به من آلام ومع ما كان يعاني مما يعاني منه من أمراض، سيما في سنواته الأخيرة، فلم يكن في يوم من الأيام ليتأخر عن الحضور في مجلس من مجالس أهل البيت عليهم السلام. وليس فقط على مستوى بلدته هذه البلدة الطيبة، لا، وإنما كان على مستوى القطيف بأكملها، كان له حضور ملموس في مجالس الحسين عليه السلام. وهذه إنما كانت واحدة من الآثار لحضوره في مجالس أهل البيت، وأيضا التزامه بالحضور في مجالس العلماء. حضور الإنسان في مجالس العلماء لما يكون منذ نعومة أظفاره، وإذا هو يواظب على مجالس العلماء، يتلقى من العلماء ما يجب عليه أن يتلقاه، فإذا به يصل إلى هذه المرتبة، يصل إلى هذه المنزلة. وإذا بأبي عيسى رحمة الله عليه من الأشخاص المعروفين بحضوره في مجالس العلماء واهتمامه بالحضور في تلك المجالس. ولهذا كانت له مكانة ومنزلة خاصة لدى العلماء، سيما لعلمائنا ولمن هم الذين لهم الأبوة الروحية للصغير والكبير، كشيخنا عالم البلاد الحجة آية الله الشيخ حسين العمران حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره الشريف. له عناية خاصة بهذه الشيبات الطاهرة المباركة، لأن هذه الشيبات المباركة في حضورها في مجالس أهل البيت عليهم السلام لها أثر على نفوس جميع الناس، على الصغير والكبير. شاهد أنه هذا الفقيد السعيد من جملة مزاياه وما عرف عنه هو اهتمامه بالحضور في هذه المجالس. ولهذا تجد من خلال حضوره في هذه المجالس له تعامل خاص، يعرف شلون يتعامل مع الكبار، كيف يتعامل مع الصغار، شلون وإذا هو يفيض من عطفه وحنانه ومن أبوته على الصغير والكبير. فلهذا إذا حضر في مجلس من المجالس ترى الكل يبدي له الاحترام والتعظيم والتكريم، لأنه يحمل ذلك الخلق ويحمل ذلك السلوك المتميز، وهو من أخلاق آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فتشوف هذه الشيبات الطاهرة شلون كان حضورها وشلون كانت الابتسامة، وهذه علامة من علامات الإيمان. المؤمن
واحدة من صفاته وخصاله. يمكن واحد يحضر في هذه المجالس لكن ما عنده ذاك السلوك والأسلوب الحسن في التعامل، بينما ذاك الإنسان المؤمن الذي منذ أن كان وهو يحضر في مجالس أهل البيت وينهل من علومهم ومعارفهم، ويحضر في مجالس العلماء ويتلقى منهم تلك التعاليم، تجد كيف يتعامل مع الناس. صفة من صفات المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه. ما تقول هذا أبو عيسى اللي كان يعاني ما يعاني من أمراض، بحيث أنه كان في السنوات الأخيرة بالخصوص يعاني من ذلك المرض، دفع الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء وبلاء. لا تشوفه إذا حضر في المجلس كما هو المعروف عنه، وإذا يتلقى الصغير والكبير بالابتسامة. فحزنه في قلبه وبشره في وجهه بعد، ودائما لا ترى منه إلا الخير. هذه واحدة من الأمور التي يتلقاها الإنسان من مجالس أهل البيت. المؤمن الخير منه مأمول، لا تؤمل منه إلا الخير دائما، وإذا هو يحمل المحبة ويحمل هكذا عطف وحنان على كل الناس، على صغيرهم وكبيرهم، فالخير منه مأمول والشر منه مأمول. وهذه رسالة من المفترض أن نأخذها نحن الشباب، أعني نفسي وجميع أحبتي، على أنه شلون فعلا يكون لنا هذا الحضور المتميز في مجالس أهل البيت، والاهتمام بالحضور فيها في أفراح آل محمد وفي أحزان آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، والاهتمام بالحضور في مجالس العلماء وكيفية التعامل مع العلماء، أيضا في كيفية التعامل مع الكبار والصغار. وهذه من تعاليم رسول الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد. والحديث عن هذه الشخصية يطول، ولكن إشارات أوصلها إلى نفسي وإلى أحبتي في هذه المجالس، مجالس الفاتحة، لفقيدنا الغالي الوالد العزيز المؤمن الحاج أبو عيسى. نسأل من الله العلي القدير أن يحشره مع محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأن يخلف علينا جميعا بالخلف الصالح. نحن بأمس الحاجة إلى هذه الشيبات الطاهرة، إلى هذه الأنفاس المباركة، إلى هذه الروح التي تجعلنا دائما في علاقة مستمرة مع أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فرحمه الله رحمة الأبرار، وحشره الله مع النبي والآل، وخلف الله علينا جميعا بالخلف الصالح لروحه ولأموات أسلافه، سيما إلى أخويه وإلى ابنه العزيز الذي كان دائما ظله في هذه المجالس أيضا، وهو الشاب المؤمن جعفر. لهم جميعا رحم الله من يعيد الفاتحة. وصل خبر رحيل والدنا العزيز أبو عيسى إلى الناس في أول صباح يوم الاثنين، والكل تلقى هذا الخبر وانتابته حالة من الحزن والألم لرحيل هذه الشيبات الطاهرة والأنفاس المباركة. وإذا كل واحد يرسل رسالة: متى رايح يكون تشييع أبو عيسى؟ ومتى رايح يكون تجهيزه؟
وفي وين رايحة تكون مجالس العزاء؟ وفعلا جاء الناس ليحفوا بذلك النعش، وقد لف براية الحسين وفي أيام الحسين. هنيئا له هذه النقلة، وهنيئا له هذه الخاتمة في أيام الحسين. وإذا به يحظى بضيافة الحسين كما كان ولا زال عاشقا للحسين في حياته، وإذا هو آل إلا أن يرحل في أيام الحسين ليتلقاه الحسين ويكون في ضيافة سيد الشهداء، يحظى بألطاف وفيوضات الحسين عليه السلام. أقول لوالدنا العزيز أبو عيسى فعلا لف بتلك الراية وحمل إلى ملحودة قبره، لكن أسفي على أبي عبد الله الحسين، أسفي على الحسين. ما واحد قال متى رايحين يشيعوا الحسين، ما واحد قال متى رايحين يشيعوه في وين مجالس العزاء. لا، وقفت زينب تقول لهم: أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم والخد التريب؟ جهزوه؟ لا، جالت الخيل على صدره، تركوه 3 أيام تصهره الشمس بحرارتها. وإذا في اليوم الثالث يجي الإمام زين العابدين. اسمع يلي فاقد إلك أب عزيز وحنون ودائما حنانه وعطفه على الصغير والكبير. إجا الإمام زين العابدين وقف على ذاك الجثمان الطاهر، شاف وإذا أشلاء الحسين موزعة، أوصال الحسين مقطعة. شاف وإذا جماعة من بني أسد اجتمعوا من حول ذلك الجثمان الطاهر. قال: ما لاجتماعكم ها هنا؟ قالوا: جئنا للتفرج. فإذا بأبي محمد التفت إليهم: أخبروني بمن طوت عليه ضمائركم. قالوا: إن نحن أخبرناك لا تخبر بنا أحدا. قال: لا عليكم، أنا واحد منكم. من أنت؟ قال لهم: أنا علي بن الحسين. هذا فاقد أبوه وفاقد أخوته وفاقد أحبته وفاقد عشيرته، وقفوا أمامه: عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، مولانا جينا لنواري هذا الجسد السليم، ولكن ماذا نصنع وأشلاء مقطعة وأوصال موزعة؟ قال: لا عليكم. خط لهم خطة. إجا يريد يشيل الجثمان، كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. قالوا له: ماذا تريد؟ قال: يا بني أسد علي ببارية. جابوا إلى قطعة بارية وصار يجمع أوصال الحسين، وضعها في تلك البارية. اسمع ايش سوى الإمام. قالوا له: أنعينك على حمله؟ قال: إن معي من يعينني على حمله. وإذا بالإمام انحنى على جثمان أبيه، قال: طبع للسجاد للعرصة ودموع من الثرى، شافها تزهر من طيب الأمجاد معطرة، وشاف جملة من الخلق عند الجثث متجمعة. قال: شلكم عدها الجثث المطشرة. قال: جينا نتفرج ودمدم عينه جرى. قال: لا تخافوننا ابن حسين، جيت بوجعتي، قصدي يدفن والدي وادفن عمامي واخوتي. قوم حفر قبور عني المرض ناحل قوتي،
وخلوا دماهم غسلهم والكفن سافي الثرى. وحسينا سوى الإمام؟ قال حفرة قبر حسين يمه وقام محني الظهر، وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الظهر، صار كل ما رفع جانب الثاني يخار. قال بويا شلون اشيلك ولو صال مقطع. يلا خل صوتنا يوصل إلى ملحودة الوالد العزيز أبو عيسى. ها يا ناس بالحضور في مجالس الحسين. قال لا كفن يحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل، بار يا بالله احضروا لي بالعجل، نجمع وصاله ونركبها ونلفها ونقبره. وإماما لم جميع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشام، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم. يصرخ وصيح وحسينا، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. بعد رايح اقرا لك ابيات وانت تقرا وياي. وحنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحق. حي الله اصواتكم، حي الله اصواتكم. حنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف باريا شال الجسد المطشر اويلي وجمع وصار. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها بكترة والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راسه على الرمح انحنى على منحره الشريف ويصيح بويا لقضي بالبجا ليلي ونهار، ويلي من عقب ما تبقى 3. وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك، وصل عليهم أجمعين، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية يا رب العالمين.
اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقهم علينا من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. طبعا مجالس الفاتحة صباحا الساعة 10:15، وعصرا الساعة 4:15، وليلا الساعة 8 إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الوالد العزيز المؤمن خادم أهل البيت الحاج أبو عيسى، اللهم ارحمه برحمة، أسكنه الفسيح من جنة، شره مع محمد وآله الطيبين الطاهرين، واخلف على فاقديه بالخلف الصالح لروحه ولروح أخويه وإلى ابنه الشاب المؤمن جعفر، ولأسلافهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.